السلام عليكم، ازيكم يا اصحابي؟ اهلا بيكم في قناتي سهير ستايل. النهارده هنعمل مع بعض 3 اشكال للبرطمانات التركي اللي ماليه السوق. شكلهم حلو جدا وان شاء الله يعجبوكم. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه، ويلا نبدا. اول حاجه دول 3 برطمانات موجودين عندي. احنا هنحاول نجيب برطمانات مقاساتها متقاربه. فانا حاليا يعني لميت كل البرطمانات اللي عندي وبحاول انسق منهم طقم على بعضه كده. فاخترت منهم ال3 برطمانات الكبار دول وال3 الصغيرين دول بتوع صلصه، وخلاص سبت الباقيين. هطبق لكم بقى على واحد منهم وهنفذ الباقي بنفس الشكل. هجيب البرطمان وبعدين اجيب سوليتيب والزقه على النص او ازيد من النص شويه، بحيث يخلي الشكل بتاعي متساوي في الاخر. هلزقه معايا بالشكل ده، وبعدين اجيب دهان بلاستيك، ده دهان GLC، وبعدين ادهن الجزء التحتاني من البرطمان باللون الابيض. اللون الابيض بيخلي اللون اللي تدهنيه بعد كده بيبقى ظاهر. فده تديله طبقه الاول باللون الابيض بالشكل ده. دهان بلاستيك يا جماعه مش لاكيه، ما تستخدموش اللاكيه، البلاستيك بس. دهنت بلاستيك بالشكل ده، خلاص كده نشف معايا. جبت بقى اللون اللي انا عايزاه، انا هدهنه باللون البينك. حطيت شويه من اللون الابيض، من الدهان الابيض، عليهم نقطتين من اللون الاحمر، طلع معايا اللون البينك. دهنت بيه الجزء اللي تحت فوق اللون الابيض برضو، بقى معايا بالشكل ده. خلاص كده. انا بحب اعمل الحركه دي ان انا امشي ايدي عليه. ممكن تجيبي جزء من اسفنجه المطبخ وتعملي عليه بنظام الطبطبه كده عشان ما يبينش خطوط للفرشه. هيبقى معايا بالشكل ده. اسيبه ينشف، وجبت الغطا بتاعي انا دهنته بنفس الطريقه، عملت لون ابيض وبعد كده لون بينك ونشف خلاص. جبت قلم من بتاع السبوره وبدات اعمل نقط بالشكل ده، يعني اي منظر يعني بتعمل شكل ديكوري كويس. وما تقلقوش، هي هتثبت بعد كده لما نعمل عليها ورنيش مائي. عملتهم كده نقط صفين ورا بعض. الصوره دي انا طبعتها من النت وحطيتها، هحطها لكم على بيجي الفيسبوك، هحط لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف. جبتها وقصيت شويه ورود كده. اجيب الورده دي عشان الزقها على الغطا. جبت الورنيش المائي، ده بيجي من عند الموال، سعره مش غالي خالص. هتجيبيه وتعملي طبقه خفيفه على الغطا من فوق بالشكل ده، بحيث لما تحطي الورقه عليه تلزق فوقه. نعمل طبقه خفيفه بالشكل ده، وبعد نجيب الورده بتاعتنا نحطها فوق الورنيش المائي، وبعدين ناخد بالفرشه من النص لبره ومن كل الجوانب كده، من النص لبره من النص لبره، بحيث ان احنا نخرج كل فراغات الهواء اللي موجوده تحت الرسمه بتاعتنا لحد ما تلزق بالشكل ده. ونعمل فوقها طبقه كويسه كده من الورنيش عشان تحميها من اي ميه تنزل عليها، خلاص تبقى عازله للميه. وكمان هنعمل على باقي الغطا كله علشان يحملنا الرسمه اللي احنا عملناها والدهان اللي حطيناه. بعد كده اي ميه تنزل عليه ما نبقاش قلقانين منها خالص. هيبقى معانا كده. خلاص كده الدهان بتاعي نشف. هشيل بقى السوليتيب. شايفين السوليتيب بيخلي الرسمه تبان يعني ناعمه كده، تبان مستقيمه وما فيهاش يعني، تبان بروفيشنال يعني. وبعدين نجيب الصوره دي برضو طبعتها من الانترنت وهنزلها لكم على بيجي الفيسبوك. نحط برضو طبقه خفيفه من الورنيش المائي ونفس الطريقه اللي عملناها على الغطا بالظبط. ناخد بالورنيش من النص لبره، من النص للجوانب، ونخرج كل فراغات الهواء بالشكل ده. طريقتها سهله جدا ومفيهاش اي حاجه. هيبقى معانا كده. وبعدين برضو جبت نفس قلم السبوره وبدات اعمل نقط على الجوانب بالطريقه دي، يعني بنعمل شكل ديكوري يعني. ده التاتش بتاعك بقى، انت اعمليه بالشكل اللي يعجبك. وبعدين عملت عليه بالورنيش المائي وده الشكل النهائي بتاعنا. وكده نبقى خلصنا الشكل الاول للبرطمانات. هنعمل بقى مع بعض الشكل التاني، شكل كيوت قوي وجميل جدا، شبه الكاندي جار شويه. ان شاء الله برضه هتلاقوه سهل وهيعجبكم جدا، لان هو بسيط اصلا وبيدي شكل ديكوري لذيذ قوي في المطبخ، يعني بيعمل تغيير لطيف. طبعا معظم الديكورات دي احنا عاملينها مع بعض، شوفوا في القناه كده هتلاقوهم كلهم. اول حاجه جبت 3 برطمانات بمقاسات واحده. دول برطمانات صلصه موجودين عندي. وبعدين جبت قطعتين كرتون بالمقاس المناسب ليهم. انا المقاس المناسب للبرطمانات بتاعتي مقاسه 27 في 10 سم. بعد كده تحطي الغطيان بتاعه البرطمانات دي وتحددي اماكنها علشان دي تبقى الفتحات اللي هندخل فيها البرطمانات بعد كده. وتجيبي القطر وتقصي الدوائر اللي احنا رسمناها دي. بقى معانا بالشكل ده. كده معانا قطعه سليمه وقطعه فيها دوائر مقصوصه كده. هنجيب بقى قطعتين كرتون صغنطتين كده مقاس 10 سم وارتفاعهم حوالي 3 سم، لان البرطمانات بتاعتي صغيره.
هنلزقهم على جوانب القطعة السليمة، وبعدين نلزق فوقهم القطعة اللي فيها دواير. هنجيب اي ورق خفيف عندنا، ورق كرافت او ورق جرايد او مناديل او اي ورق عندنا، ونلزقه على حواف الكرتون بتاعنا بالغيره عشان يداري الفتحات بالشكل ده. بعد كده جبت دهان بلاستيك ابيض ودهنت القطعه بتاعتي كلها باللون الابيض. لازم ندهن باللون الابيض الاول قبل اي لون تاني عشان يظهر اللون بتاعنا. وبعد كده دهنت باللون البينك برضو زي ما اتفقنا، هو بيبقى شويه دهان ابيض عليهم نقطتين من اللون الاحمر بيطلع لي اللون البينك، وادهنه بالشكل ده. وكمان الغطيان بتاعت البرطمانات بتاعتي دهنتها باللون البينك علشان تبقى مناسبة يعني مع القاعدة اللي انا عاملاها للبرطمانات دي. كلمة هوم دي انا طبعتها من النت، طبعا منزلها لكم على بيج الفيسبوك، هحط لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف. جبت فوم و جبت قصيت كلمة هوم، خدت الحرف اقلبه واقلب الفوم الاول وبعد كده اقلب الحرف واحدد شكله على الفوم بالشكل ده علشان لما اقصه ما يبقاش باين علامات القلم على شكل الفوم من قدام. انا قصيته بالشكل ده. هاجي بقى على قطعة الكرتون الشاسيه اللي انا عملته ده وادهنه برضو بالورنيش المائي. الورنيش المائي ده اساسي معانا في اي حاجة علشان يعزل المية بتاعتنا ويثبت الشغل اللي احنا عملناه، وكذلك عملته على الغطيان برضو. وجبت كلمة هوم اللي انا عاملاها دي والزقها على الكرتونة من قدام، تدي شكل ديكوري لطيف يعني. دي مقابض بتاعت ادراج جبتها وبدأت الزقها على الغطيان من فوق علشان تكمل الديكور بتاعنا كده، وده يبقى الشكل التاني بتاعنا. خلص معانا بكل سهولة وشكله جميل جدا يعني. نيجي بقى للشكل التالت بتاعنا. سهل جدا برضو وبيعمل تغيير جميل قوي في المطبخ. وكمان في البوكس اللي من تحت دوت ممكن نستخدمه نحط فيه ورد، ممكن نحط فيه اي حاجة تانية ونعمل منه شكل جديد في المطبخ. ان شاء الله هيعجبكم برضو، هيكون سهل جدا. اول حاجة هنجيب قطعة كرتون مقاس 23 في 13 سنتي، وبعدين نجيب قطعتين كرتون تانيين مقاس 23 في 4 سنتي ونلزقهم على الجنبين الكبار بتوع قطعة الكرتون بتاعنا دي علشان نكون الصندوق بتاعنا. هنلزقهم طبعا بالشمع، نحط عليهم شوية شمع ونلزقهم على القاعدة بتاعتنا. وبعدين نجيب قطعتين كرتون تانيين مقاس 13 في 3 سنتي ونكمل بيهم القاعدة بتاعة الصندوق بتاعنا بالشكل ده بكل سهولة، سهل جدا يعني. وبعد كده هنجيب قصاص كرتون كده مقاس 10 سنتي في 3 سنتي ونلزق كل اتنين مع بعض بحيث نعملهم شكل زاوية كده، علشان احنا عايزين 4 زوايا عشان نعملهم ال4 زوايا بتوع الصندوق بتاعنا بالشكل ده. نحط عليهم شمع برضو ونلزقهم مع بعض بالطريقة دي. بقى معانا 4 بالشكل ده. وهنجيب كمان قطعتين كرتون مقاس 23 في 3 سنتي وقطعتين كرتون مقاس 13 في 3 سنتي. هنجيب اي ورق خفيف عندنا، ورق كرافت او ورق جرايد او مناديل او اي ورق خفيف موجود في البيت، ونلزقه على حواف الكرتون بتاعنا ده بالغيره علشان نداري فتحات الكرتون دي، وكمان الغيره تديلنا متانه للقطعه بتاعتنا بسهوله جدا. نحط بس شويه غيره على حافه الكرتون ونجيب ورق الكرافت ده نحطه فوقها، وبالشكل ده هنكون دارينا الفتحات بتاعه الكرتون وادينا متانه كمان للقاعده اللي احنا عملناها دي. وكمان الزوايا اللي احنا عملناها هنعمل عليها برضو بورق الكرافت عشان نداري برضو الفتحات بتاعتها. وكمان حتة الكرتون القصايص اللي احنا عملناها برضو هنعمل عليها بالكرافت. هنجيب بقى الزوايا بتاعتنا دي نحط عليها الشمع ونبدأ نلزقها في اماكنها في الصندوق اللي احنا عملناه. نحط عليها شمع بالشكل ده ونلزقها في الصندوق من تحت في القاعدة بتاعت الصندوق بالشكل ده. سهلة جدا يعني مفيهاش اي حاجة. وبعدين كمان هنجيب قصايص الكرتون اللي احنا عملناها ونبدأ بقى نكمل الصندوق بتاعنا من فوق، نلزقهم على الحواف بتاعته بالشكل ده. يبقى كملنا الصندوق معانا بكل سهولة جدا ومفيهوش اي حاجة. هنجيب بقى البرطمانين بتوعنا. اول حاجة طبعا هندهنهم باللون الابيض، بلاستيك ابيض، بلاستيك يا جماعة مش لاكيه، لان اللاكيه ما بيثبتش عليه الديكوباج اللي هو الورق اللي احنا بنلزقه، مع الوقت هيفك. فهو البلاستيك هو لازم يعني البلاستيك، مفيش مجال ان انت تدهنيه باللاكيه الا اذا كنت مش هتحطي عليه صور. لو مش هتحطي عليه صور ادهنيه باللاكيه عادي. طبعا دهنته كده طبقه باللون الابيض، ودهنت الصندوق كمان بتاعي باللون الابيض بالشكل ده كده. نشف معايا خلاص، دي البطانه يعني. وخلاص كده البرطمانين كل حاجه كده معايا بقت جاهزه بقى.
بعد كده حطيت شويه دهان باللون الابيض وعليهم نقطتين من اللون الجملي. انا عايزه اعمل اللون اللي هو البيج الفاتح، فحطيت نقطتين من اللون الجملي وقلبتهم كده كويس، واخدهم ادهن بيهم الصندوق بتاعي بكل سهوله. ادهني بقى باي حاجه عندك يعني عادي، ما فيهوش اي مشكله. كده انا بدهنه كله. بقى معايا كده وخلاص كده نشف معايا. وكمان البرطمانات دهنت برطمان واحد باللون البيج علشان انا عايزه اعملهم الاتنين مختلفين عن بعض، والتاني دهنته باللون البينك. والغطيان دهنت غطا باللون البيج وغطا باللون البينك، بس هعكسهم بقى يعني خلي اللون البيج مع البينك وكده يعني. الورقه دي انا طبعتها من النت، طبعا هنزلها لكم على بيج الفيسبوك، هحط لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف. قصيت منها شويه رسومات وجبت نفس الورنيش المائي بتاعنا اللي بنعزل بيه الميه وبنحفظ بيه كل الشغل بتاعنا، نعمل منه طبقه خفيفه خالص على البرطمان بتاعنا، وبعد كده نجيب الرسومات بتاعتنا ونبدا نلزقها عليه بالطبطبه كده بسيط يعني، ونعمل عليها طبعا بالورنيش المائي عشان يحفظ الرسمه بتاعتنا، يحفظها من اي ميه، وان هي تفضل ثابته في مكانها بالشكل ده طبعا بكل سهوله يعني مفيهاش اي حاجه. انا عملت 3 شكل كاب كيك كده جنب بعض. بعد كده جبت اي حاجه عندي يعني اي حاجه على شكل دايره كده، حتى لو ظهر القلم بتاعك او حته اسفنجه من بتاعه المطبخ، بدات اعمل شويه دواير كده بشكل عشوائي حوالين الرسومات اللي انا عملتها على البرطمانات، على البرطمان كله يعني. عملت على ده النقط باللون البينك، وكمان عملت على الصندوق اللي انا عملته بدات ادهن الاضلاع اللي بره دي باللون البينك برضه يعني يغير في شكله شويه. والبرطمان البينك عملت عليه نقط باللون البيج اللي هو اللون الجملي اللي انا عملته يعني اعكسهم يعني. وبعد كده نعمل على البرطمان كله بالورنيش المائي عشان يحفظ كل الشغل اللي احنا عملناه ده ويخلي كل حاجه ثابته في مكانها. وعلى الغطيان طبعا ما ننساهاش. والفيونكه دي انا عملتها معاكم قبل كده، جبتها ولزقتها على الصندوق من قدام تعمل اي منظر يعني. طبعا ده الشكل الجمالي في الاخر، انت تعملي الشكل اللي يعجبك. وجبت شرايط كده باللون الذهبي وبدات اربطها على البرطمانات من فوق. انا ما لزقتهاش في الحقيقه يعني، انا ربطتها بس كده علشان ممكن اغيرها في وقت تاني. وبس كده يبقى ده الشكل النهائي بتاعنا. وعملنا الشكل ده كمان والشكل التالت كمان. ان شاء الله يعجبكم. لو الفيديو عجبكم متنسوش تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب للقناه، واشوفكم الفيديو الجاي. باي.